أماما 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 جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جند العدا أماما 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 جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جند العدا ودكوا معاقيل جند العدا فنحن جنودا لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على الحق نمشي به جنودا لقدواتنا المفتدى فنحن جنودا لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على الحق نمشي به جنودا لقدواتنا المفتدى أماما 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 أمام جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جند العدا أماما 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 جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جند العدا صنوف المنايا بأسيافنا نذيق العدو لظى بأسنا فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال السيوف وطعن القنا صنوف المنايا بأسيافنا نذيق العدو لظى بأسنا فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال السيوف وطعن القنا أماما 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 أمام جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جند العدا أماما 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 جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جند العدا ودكوا معاقيل جند العدا العظماء ليس أمر سهل فإن ذكرهم يحيي القلوب ويثير الشوق لطلب العلم ويبعد الناس عن الغفلة والسفهاء خطبتنا اليوم عن إمام جليل وعالم نبيل نشأ محبا للعلم وصار علما مشهورا في الأمة إنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. يا إخوة المكرمون، ولد إمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة سنة 80 من الهجرة، وكان أبوه ثابت من الصالحين وقد أدبه على العلم وأخذه إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو طفل فدعا له بالبركة. لقي الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله مع 6 صحابة وتلقى العلم عن التابعين وتتلمذ على يديه جمع من علماء الكبار.
قال الشافعي رحمه الله: الناس في العلم عيال على أبي حنيفة. وأيضا قال يزيد بن هارون رحمه الله: ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. ارتحل إلى البصرة 22 مرة، فخصم المعتزلة والدهريين بالكلام وناظرهم وأقام عليهم الحجة حتى أصبح أشهر متكلم أهل السنة في زمانه. ومع هذا كله كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، وكان يقرأ القرآن بركة من الجار ذو القربى هو الذي يجتمعك به مع الجوار آصرة النسب أو الدين، والجار الجنب والذي لا تجمع به صلة النسب أو الدين، والصاحب بالجنب هو الرفيق في أمر حسن، فكل من جاورك في السكن له عليك حق الجوار. ولو لم يكن بينك وبينه علاقة النسب، فمن هنا نعرف عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم موصية بالجار على وجه العموم، ومؤكدة على علاقة الجوار في الإسلام. والآن أقدم لكم أمام حضراتكم بعض الحقوق الجار. أولاً، أن تحيي بتحية الإسلام كلما تلقيه. ثانياً، إلقاء بجارك صافي القلب، ألا وهي دعوة أن الإسلام انتشر بالسيف، فدعوته قامت بالقتل. وما أبعد هذه التهمة عن الحقيقة. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. وهو الأخلاق. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي الكلمات الطيبة والتصرفات الحسنة والصفات الجميلة، مثل الصدق، الأمانة، الرحمة، الاحترام، التواضع، عدم الأذى، حب الخير للناس. فمن كان حسن الخلق أحبه الناس ورفع الله مكانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. يعني الأخلاق الطيبة ستكون من أعظم ما يرضى الله يوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهلا اقتدينا به؟ هلا قلدناه في لطفه وكلامه وسماحته وصدقه؟ ما فائدة الأخلاق؟ الأخلاق تجعلنا محبوبين عند الله وعند الناس، تجعل الأسرة سعيدة، والمدرسة هادئة، والمجتمع طيبا. صاحب الأخلاق يدخل الجنة بسهولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فيا طلابنا الأحباب، فلنجعل الأخلاق رفيقنا في البيت، في السوق، في المدرسة، في الطريق، ومع كل أحد. إذا كنت صادقا يثق بك الناس، إذا كنت أمينا يحترمك الناس، إذا كنت متواضعا يحبك الله، إذا كنت لطيفا يسعد من حولك. واجتنبوا الأخلاق السيئة، مثل الكذب، الغضب، الظلم، الغرور، السب والكسر. وتذكروا دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحافظوا على حسن الخلق، وكونوا قدوة لغيركم يحبكم الله ويرفعكم. وختاما قال شاعر همت: إذا جملت أخلاق شخص تزيناه
إذا جملت أخلاق شخص تزينا، وإن كان في ثوب بسيط مهونا، وإن كان في ثوب بسيط مهونا. اللهم زينا بحسن الخلق، وابعد عنا الأخلاق السيئة، وجعلنا ممن يتبعون نبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن العلم نعمة من نعم الله تعالى لا نعد ولا نحصوها، بل فضيلة الإنسان على جميع المخلوقات حتى ملائكة بالعلم، كما كان للآدم عليه الصلاة والسلام فضيلة وشرف على الملائكة بعلم الأسماء. قال الله تعالى في كتابه القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فما عند الملائكة علم الأسماء، فتابوا إلى الله تعالى بالتضرع والعجز، أيضا كما قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأمر الله جل في العلا بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام شرفا وكراما، فسجدوا كلهم أجمعين إلا الشيطان عليه اللعنة، فأبى وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا يحرم أن نسجد لعبدك آدم عليه الصلاة والسلام. ويرى الشيطان تشريف المخلوقات بخلقيته لا بالعلم، فلذا قال: خلقتني من نار، وآدم عليه الصلاة والسلام خلقته من طين لازم. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال في حديث طويل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأيضا في أثر علي رضي الله عنه قال: لنا علما وللجهال مالا. وانظر إلى هذه الأدلة، لا يخفى على العاقل فضيلة العلم، ما من ترقي وتقدم إلا وهو يأتي بالعلم، حتى لو كان علم الدنيا كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء وأحباء ينقلبون في الآخرة أعداء بعضهم لبعض إلا المتقين، فإنهم تبقي مودتهم بينهم يوم الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون إخوة الإيمان هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، هم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم عليهم، وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله تعالى. فكم من الناس اليوم يختارون الصديق الصالح، فكم من الناس اليوم يختارون الجليس الصالح، فكم من الناس اليوم يختارون لأولادهم الرفيق الصالح. قليل وقليل جدا. وما سبب ذلك؟ إلا بعد عن مجالس علم الدين. فالمتقون من شأنهم أنهم يتعاونون على ما يرضي الله تعالى، يجتمعون على طاعة الله. الصديق الصالح هو الذي يرشدك إلى طاعة الله، فبدل أن يقول لك أين تريد أن تمضي السهرة اليوم، في أي مقهى أو في أي سينما أو على أي فضائية، بل يقول لك في أي مجلس علم سنحضر اليوم بإذن الله تعالى. لأن علامة الفلاح في الشخص طلب الزيادة من علم الدين. فالمتقون يجتمعون على طاعة الله ويتفقون على طاعة الله، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يدل بعضهم بعضا.
إلا بدعة ضلالة أو فسق أو فجور أو ظلم. اجتمعوا على محبة بعض في الله، وهذا هو الصديق في المحبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، ينصحه حتى يصلح حاله. المرآة أليس تكشف ما يكون في وجه الإنسان شيئا مما لا يعجب ليزال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالمرآة، معناه يدل أخاه لإنزاله ما هو فيه من الأمر القبيح، ويقول له اترك هذا الفعل ولا يترك ما هو عليه بل يبين. حول الموضوع اليأس، فإنه يشدد الماء من مرض الإجساد وثرى من وقع الحساب. فالخمول الآثر اليأس كما لا يخفى على أحدنا، فإن الحمول يجعل الإنسان كالحيوان للعجم، لا يعرف من هذه الحياة إلا ما تهدي إليه بالسوق. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما أعظم الذنب اليائسين، وليس هذا الذنب رائنا على قلب مرتكبه في هذه الحياة الكبرى فحسبه، بل هو يغشى محترمه في هذه الحياة الصغرى. أيضا إذا لو عرضت له الأمور يحب أن يقوم بأعبائها، فاستبنى طائجها لرايته معرضا عنه. يعرى في الجبان عن منازل الشجعان، مع أنه لو ثاب القيام بها، وواظب على مصارم ما بعثور من العوامل في سبيل تحقيقها. ولكن ما هو حالها قبل الإسلام؟ المرأة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المرأة عند كثير من القبائل كسقط المتاع، فقد كانت تورث، وكان الابن أكبر لزوج من غيرها، من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه أو يعضلها عن النكاح، حتى حرم الإسلام ذلك، وكان الابن يتزوج امرأة أبيه. ونزل قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكان العرب تحرم نكاح الأصول كالأمهات، والفرع كالبنات، وفروع الأب كالأخوات، وطبقة الأولى من فروع الجد كالخالات وعمات، وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا